حسرة عليك يا اللي في بالي، لا طلت اول ولا تاني. الزمالك بطل الدوري المصري، وبيراميدز الوصيف وفريق المليار في المركز الثالث. قالوا ان الفلوس هتعمل فريق، وانه هياكل الاخضر واليابس، وفي الاخر الزمالك بجمهوره وشعبه هو البطل. فاكرين بعد خسارة الكونفدرالية وقلنا ان اليأس خيانة؟ الزمالك بيرد بافضل طريقة وبشخصية البطل، ودي الحاجة اللي عمرك ما تقدر تشتريها بالفلوس. قال لك سمعنا يا عم الحدوتة، نسمعكم. دوري صبري ودوري الجمهور. ناس كتير كانت مستنية سقوط الزمالك، بس وقت الشدة جمهور عمره ما ساب فريقه حتى وهو موجوع. الدوري ده مش مجرد بطولة، ده رد على كل إحباط وكل شماتة، وكل حد فكر إن الزمالك انتهى. الزمالك ممكن يتعب، ممكن يقع، لكن طول ما جمهور وراه هو عمره ما يموت. في لعيب خرج وباع وقال لك أنا رايح الأهلي يا كابتن علشان آخد دوري الأبطال. ساب الزمالك وساب جمهوره اللي عمله. راح عمل ايه؟ خد الاهلي وجمهوره، خدهم كلهم على الكونفدراليه، والزمالك وابطاله وجمهوره كلهم ابطال الدوري المصري 2026. الكونفدراليه اللي هم قللوا منها هتبقى طموحهم السنه اللي جايه، ودلوقتي هيختلقوا فيها ان فيها فرق من نار، اللي هو الوداد وشباب بلوزداد واتحاد العاصمه وكايزر شيفز. وعلى فكره كل الفرق دي موجوده برضو في الكونفدراليه السنه دي، وموجود فرق اكتر كمان السنه اللي فاتت واللي قبلها، بس معلش هي دي ذاكره السمكه. اوعى تنسى يا زملكاوي ان احنا نشكر كابتن معتمد جمال، الراجل اللي شال شيله مش شيلته، الراجل اللي تعب واجتهد على قد المتاح، واشتغل معاه جهاز فني محترم واداريين محترمين ولاعيبه رجاله، ووراهم جمهور مصدق الحلم دوت. حققوا بطوله غاليه، بطوله اثبتت الهويه الزملكاويه. الزمالك يمرض ولا يموت، ده مش كلام شعارات ولا عمره كان كلام اغاني. احنا الاصل في المنظومه، واحنا معنى الكوره الحقيقي. مجلس اداره نادي الزمالك مش مبروك ليكم، وليكم كشف حساب على كل حاجة عيشتونا فيها السنة دي، على تقليلكم من نادي الزمالك وخليتوا الزمالك وقضاياه ومشاكله مادة للسخرية في البرامج. كنت بكره اشوفكم في المقصورة وانتوا بتحتفلوا مع اي فوز للفريق. حسابكم تقيل قوي معانا، بس مش هقدر اقول غير حاجة واحدة: مبروك لكابتن جون ادوارد، الشخص الوحيد اللي يعتبر في المنظومة الإدارية العليا لنادي الزمالك اللي ينفع ان انا اقول له مبروك. ولكن لكل وقت أذان، وحسابكم جاي، ما تقلقوش، كله مكتوب وكله هيتقال وكله في وقته. عايز ارجع لشعب الزمالك العظيم، انتم بجد احلى وانضف حاجة في المنظومة الرياضية المصرية. لما كنت بطلع واقول ان جمهور الزمالك هو العنصر الاقوى في المعادلة الرياضية، الناس كانت بتتريق، الناس كانت بتسخر من كلامي وتقول معلش. قلت لهم برضو دلوقتي معلش، اشوفكم في الادغال وعلى كلامكم انتوا مش كلامي، وانتوا بتلعبوا البط الكيني والتسلخات الاثيوبي ومدفع رمضان النيجيري.